ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ ليه بقينا نشوف اقذر وابشع الجرائم في اليومين دول بالذات؟ ايه الجيل المهبب اللي احنا بقينا فيه ده؟ ولا الناس اللي اتغيرت بسبب ايه؟ انا مش فاهمه اللي بيحصل يا جماعه. حادثه غريبه ومريبه ومتخلفه من ضمن الحوادث الكتير اللي حصلت في ايامنا، اللي احنا الجيل التمانينات ده. انا ما سمعتش حوادث بالقذاره دي زمان. ليه بقينا نسمعها في كام سنه الاخيره؟ الحوادث بقت فعلا غريبه. البنت يا حبيبتي، البنت اسمها سما. الحادثة دي لسه قلبت الدنيا واتكلموا عليها كتير في البرامج. البنت اسمها سما. جدها راح للترابي عشان يدفنها، قال له ده البنت وقعت من الارض، وقعت من على السلم وعايزه ادفنها. طب يا عم الحاج فين تصريح الدفن؟ مفيش. طب فين شهاده ميلادها؟ لا احنا ما طلعناش شهاده ميلاد. الترابي كتر الف خيره، هي حاجه كويسه من ضمن القرف اللي بنشوفه. راح بلغ في التحيات، لقوا ان البنت عليها اثر حرق وضرب واهانه. والاسخن من كده ان لقوا عليها انها معتدى عليها جنسيا. انتوا متخيلين طفله 4 سنين يعتدوا عليها؟ الأدهى من كده إن اللي اعتدى عليها باباها وجدها. بيتسلوا على البنت كل يوم، يتسلوا على البنت مش مرة ولا اتنين، ده كذا مرة. وكمان المرات الأب لما لقيتها بتعمل حمام جالها تبول لا إرادي بسبب القرف اللي البنت بتشوفه. حبيبتي بقت إيه؟ رمت عليها مية مغلية عشان تداري أثر الجريمة، وإن هي كانت برضه بتلسعها في جسمها عشان بتعمل الحمام، ويجيلها والتبول بسبب التبول اللا إرادي. الحكومة طبعا قبضت على الجد والأب واللي اعترفوا بمرات الأب. واتضح كمان ان البنت دي كانت نتيجة جواز عرفي، وامها سابتها لباباها ومرات باباها يعملها. ايه اللي بنشوفه ده؟ يعني البنت دي عملت ايه دنيتها ده؟ يعني جواز عرفي، مرات باباها تعذبها، باباها وجدها يعملوها. ايه ايه اللي بقى في المجتمع ده؟ وتقول القيامة مش هتقوم؟ ده القيامة هتقوم والحرب هتقوم والنووي يضربنا بالقرف اللي احنا شايفينه ده. ايه اللي بيحصل ده؟ وايه الجرائم الغريبة دي؟ لا في حاجة غلط. ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ لا اله الا الله. يعني الله يكون في عون البنت وربنا يرحمها. وربنا رحمها او ربنا نجدها من اللي هي كانت فيه صراحة. هي عصفورة في الجنة. وربنا يخلصنا من اللي احنا فيه ده على خير.